مارست العمل، ولو كانت الأعمال بسيطة على قدر. شنو أول عمل مارسته؟ أنا اشتغلت بالجقاير. اشتغلت بشمبر حلويات. طيب. بداية 12 سنة عفوا. طيب. شمبر حلويات، وبديتها يعني ممكن أضحكك، بديتها من عيدية. أنا عيديتي استلمتها جمعتها ما صرفتها. صنفنت للموضوع، قلت هذا المبلغ خله استثمره. طيب زين، منو اللي خلى الفكرة براسك؟ من أفكاري. كل ما قدمته أنا، كل ما قدمته صناعة أفكاري. حلو. قبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى. أكيد أكيد. اشتغلت بهذا التشامبر، والتشامبر المبلغ اللي أنا نزلت به صار أكبر وأكثر وكذا. انسحبت من العمل، رجعت للعمل، ما عندي مسؤولية لأن عمري 12 سنة، فشغلي إلك صح. بعدين وراها اشتغلت بكسرة وعطش. بالجقاير. طيب. خذت لي فترة من الزمن بيها، رجعت تركتها، اشتغلت بالبيبسي والكيك وهاي الأمور. كان البيبسي البطالة العراقي. النوبة يعني شنو هاي كانت أسواق لا والله دوار أفتر. اي والله. طيب شلون؟ كان معي من يرافقني من أحد إخواني الصغار، لأن أكيد أنا كانت معيشتي ل 11 نفر من أسرتي. اي تعرف كانت بذاك الظروف الامور صعبه، وكان واحد ما يكفي فعلا. علما كانوا اخوتي كلهم مبصرين، لكنهم ما عندهم القدره يقدمون هاي العيشه، الوالد موظف وكذا. صح. فصديت الموضوع هذا انا. طيب. اللي اشتغل به بالجقاير النوب بالبيبسي، واجا يوم من الايام لاقاني ابو معمل الحلاوه اللي انا اخذ منه، لاقاني بكسره وعطش، تفاجئ. هذا بالليل اجي اخذ منه اني كيلوات حلاوه. جميل. هاي الدبسيه. بالليل بيت عندي شامبر مفتوح. زين. احد اخواني يديروا، بالنهار ابيع عند جقاير بكسره وعطش، يعني مشتغل 3 شغلات بيوم واحد. يعني يومك ما بيستراحه؟ ما بيستراحه، بس انا متعتي وراحتي بنجازي. بعملي. طيب ما تشعر بالكلل بالملل يعني، وخاصه بهيك عمر؟ لا مو اني